النهاردة رحلتنا من قلب مزرعة في التجمع الخامس، مطعم أم عبده. مش لازم تسافر عشان تعيش جو الريف البسيط. هما بجد نقلوا الريف لحد عندك في قلب القاهرة. ليهم فرع كمان في العبور، ومن أول دقيقة ليكوا في المكان في مطعم أم عبده هتحسوا إن انتوا داخلين تزوروا حد من عيلتكم. حسيت بجد بدفى واهتمام وترحاب خلاني وانا داخلة في كل لحظة عايزة اقول لهم شكرا من قلبي لكل الاستاف وكل الناس الحلوة البشوشة اللي موجودة في المكان. المكان فيه تفاصيل كتير قوي حلوة تخطف القلب، المزيكا اللي شغالة واختياراتهم للأغاني الحلوة، منطقة الكيدز اريا علشان الأطفال، والصور طبعا والناس اللي بتحب تتصور. مفيش أحلى من المناظر الطبيعية هناك. لازم تجربوا اللحظة هناك، سواء لوحدكوا مع حد من أصحابك مع عيلتك، لأن بجد المكان حقيقي هتتبسط فيه قوي. واللحظة دي بقى كانت من أجمل وأدفى لحظات اليوم كله بالنسبة لي. تحية كبيرة للست الجميلة دي اللي عينيها كلها مليانة حب. كل التقدير والاحترام ليها. كل حاجة هناك هتتخبز فريش وهتاكل الأكل سخن طازة. واخترنا البيت الحلو ده علشان نقعد نقضي الفطار فيه ونبص من البلكونة على كل المكان من فوق ونسمع الأغاني ونفطر أحلى فطار. فطير مشلتت بالسمنة البلدي، العسل الأسود والعسل الأبيض والمش. بالظبط الفطار خد 15 دقيقة عشان يتخبز ويجيلنا سخن مولع من الفرن. طبعا عندهم اختيارات كتيرة من الفطار، لكن احنا بصراحة كنا جايين ومحددين هدفنا على الفطير. بصوا ريحته وهي طالعة من الفرن لوحدها تجنن، الصورة بتتكلم. وعايزة أقول لكم أول لقمة دي كانت حكاية. وبعد ما فطرنا وشربنا فنجان القهوة الحلو ده، أخدنا بقى كده فاصل من الروقان مع المزيكا والأغاني الحلوة والفيو من بيت أم عبده اللي اخترنا القعدة بتاعته. شاركونا اللحظة وقولولي رأيكم واحكموا انتوا. طبعا لما جه وقت الغدا بقينا محتارين نطلب ايه ولا ايه. هو بيقدم كل الأكل المصري الأصيل، وبعد حيرة كتيرة طلبنا صينية الرقاق باللحمة المفرومة، والملوخية طبعا اللي بيعملها بشكل يجنن، انتوا شايفين العرق بتاعها قدامكم، وطاجن وبرام الرز المعمر بالقشطة والسمنة البلدي، وطاسة السجق الجميلة اللي قدامكم دي، والمشويات بقى الفراخ المشوية والرز بالشعرية والسمنة البلدي، غير العيش اللي بيطلع مخبوز فريش من الفرن. الأكل كان حقيقي يجنن، والخدمة كمان أحلى وأحلى. وطبعا اتعشينا بفطيرة البغاشة بالسمنة البلدي والسكر واللبن زي ما انتوا شايفين، وحبسنا بقى بالشاي، براد الشاي بالنعناع الفريش. كان يوم حلو، قضينا ذكريات وصور حلوة مع ناس جميلة، وصورت لكم كمان المكان بالليل. شوفوا الإضاءة والأنوار واحنا طبعا ماشيين ومروحين. كنت زعلانة قوي، حاسة ان انا كنت في وسط اهلي بجد حقيقي. المكان حلو وفيه دفى جميل قوي قوي. انا بشكر كل الاستاف هناك. هسيب لكم العنوان في اول كومنت، وروحوا ام عبده وقولوا لي رايكم ايه.